السلام عليكم اخوان. عندنا اليوم شلون راح اني من اخلص العد والفرز كملت عندي استمارات 41 و42 41 42 42 ملحقاتها مال النتائج. شلون اني هسه راح اجي امليها؟ اول شغله من نبدي نملي الاستماره لازم ما اخلي بيها شيء فارغ. يعني الاستماره 41 كل فقراتها تملي ما عدا الملاحظات. عندي ملاحظات صار عندي مشكله اسجلها، ما عندي تبقى فارغه. نجي اول شغله نستخدم القلم الازرق، والاستمارات ذني ما يقبلن الحك والشطب. نجي اول شيء انا اليوم بالتصويت العام. اولا هذا المربع الفوق اخلي عليه صح تصويت عام. اجي على الهويه التعريفيه، اني بالكرخ محافظه رقمها 23 اسمها بغداد شارع الكرخ. المركز التسجيل الجاي اشتغل به رقمه 1009 اسمه الرسالة. مركز الاقتراع أول 4 حقول هن 1009 من اليسار مثل التليفون. الحقلين الأخيرات حسب أنا المركز اللي جاي أشتغل به، والمفروض كل واحد يعرف رقم المركز اللي يشتغل به. أنا مثلا اليوم أشتغل بالمسيرة أكتب 03 اسمه مدرسة المسيرة. رقم المحطة اللي أنا جاي أشتغل بها هي محطة، فرضا أنا أشتغل بمحطة رقم 2 أكتب 02. هسه الحق الرقم 4. هسه انتهينا من الهوية التعريفية. المفروض هاي الهوية التعريفية أنا قبل ما يبدأ العد وفرز من يصير عندي فراغ فتور يوم الانتخاب هاي أمليها. أجي رقم 4 أرقام الأقفال الآمنة المستخدمة لغلق صندوق الاقتراع. أنا الصبح مو سديت الصندوق الاقتراع ب4 أقفال زائد القفل اللي ربط الجهاز على الصندوق، هذا اللي صار عندي 5 أقفال. أجي أدونهن هنا، أدون أرقامهن. راح الشناطة الشريط اللي راح نسد به القفل موجود عليه رقم، أجي أسجل أني الأرقام مال الأقفال. 5 أرقام، 5 أقفال عندي 5 أرقام يسجلن. زين. عندي بعد فقرة 5 رقم القفل الآمن لغلق بوابة وحدات الخزن الخارجي الأسدي رام USB لجهاز العد والفرز. جهاز العد والفرز اللي على الصندوق مو ببوابة اللي ورا، هذا راح تجي مقفولة بقفل. هذا القفل أنا ما أفتح الصبح، ويجي أسجل فقط الرقم مالته بالاستمارة. هذا المفروض أنا وين قبل ما أسجلهن هنا المفروض أنا مدونهم كلهم سجل مدير المحطة، حتى من أجي من سجل مدير المحطة مسودة وهنا أبيضها، لأن هنا ممنوع الحك والشطب ما يصير أخطأ بيهم. العفو هنا تسجل فوق. واللي جواها رقم القفل الآمن لغلق بوابة وحدات الخزن الخارجي لجهاز تحقق. الجهاز الصغير مال اللي بطاقة، الجهاز اللي عند مسؤول التعريف، هذا راح يجي به قفل من جوا. هذا القفل ما ينكسر نهائيا، يعني استلمه مقفول وارجعه بنفس القفل، ما اكسر القفل هذا. اجي ادون الرقم مالته هنا. فقرة 7 رقم جهاز التحقق. جهاز التحقق يعني الجهاز اللي عند مسؤول التعريف الصغير، هذا به رقم ملزوق على الجهاز نفسه. اجي ادون الرقم هنا، هو دائما يصير 5 ارقام هذا الرقم مالته. رقم جهاز العد والفرز. جهاز العد والفرز اللي على الصندوق الجهاز الكبير هم يعني بيه رقم ملزوق على الجانب، هم اجي اسجله. يبقى عندي رقم صندوق الاقتراع. صندوق الاقتراع راح نلقى على الجانب مالته فوق جوا القبق لازقين رقم، نجي همينا ندون صندوق الاقتراع. هسه لي هنا اني هذه الفقرات المفروض اني هذني ماليهن بالنهار، يعني ورا ما امليهن بسجل مدير المحطه اجي امليهن بالاستماره بالنهار قبل ما ابدي بالعد والفرز. نجي على الفقره رقم 10. هاي بعد تعبئه المواد الحساسه، يعني هاي انا مو كملت شغلي عديت وفرزت وكملت، اجي من اريد اعبي المواد اجي عليها. شلون راح امليها؟ رقم 10 الرقم التسلسلي للقفل المستخدم في غلق بوابه الخاصه بوحدات الخزن الخارجي الاسدي رام لجهاز العد والفرز الالكتروني بعد ارسال النتائج. هسه احنا مو خلصنا، يجي المنسق يريد ياخذ النتيجه. ورا ما اخذ النتيجه انا راح اكسر القفل مال الجهاز الكبير، القفل اللي يساد البوابه مالته، اكسرها حتى اطلع الفلاشات على مود انطيهن للمنسق. ورا ما كسرت القفل، هذا القفل احتفظ به، اسد البوابه مره ثانيه، طلعت الفلاشات اسد البوابه واخلي لها قفل جديد. الجهاز العد والفرز نكسره نطلع الفلاشات ونخلي قفل جديد. هذا القفل من اخليه اجي اسجل رقمه هنا. هسه ايش بقى عندي؟ بقى عندي رقم 11. الرقم 11 قلنا بالتعبئه اكو عندي اكياس الرصاصي والشفاف. الاكياس الرصاصيه راح يجي بيهن رقم،
هذا الرقم انا من اخلي الملصق اخليه بالعكس على الكيس، اخليه بالعكس ما اخليه على جهه الرقم، اخليه على الجهه الثانيه. فعندي كيسين، واحد قلنا اللي شو اسمه البطاقات المسحوبه، وواحد رقم واحد اللي راح نرسله للمكتب الوطني حسب التعبئه. هسه الكيس مال المكتب الوطني رقم واحد اجي ادون الرقم مالته. الكيس الثاني اذا عندي بطاقات مسحوبه راح استخدمه هم ادون الرقم مالته هنا. عندي فقرة 13 الأخيرة، الأرقام التسلسلية المستخدمة في غلق صندوق الاقتراع بعد العد والفرز اليدوي. هذا أنا من شلت كملت ورجعت الأوراق الاقتراع الصحيحة والباطلة والغير المستخدمة كل أنواعها وحسب التعبئة رجعتها بالصندوق. راح أسد الصندوق. ايش راح أخلي له؟ راح أخلي 6 أقفال، 4 يقفلن على الصندوق و2 يقفلون البوابة. هاي ال6 أقفال أجي أدونها أنا هنا. ادون 6 اقفال. هسه اليوم انا هنا جاي اشرح لكم في اي ارقام ندون، بس بيومها احنا راح ندون ارقام اللي موجوده على الاقفال نفس الارقام. وهاي الاستماره مثل ما اتفقنا بالقلم الازرق ما تتحمل حك وشطب، وبالارقام العربي لا حد يكتب بالانجليزي. عندي هنا هاي الملاحظات، هاي اذا صار مثلا عندي انكسر قفل واستبدلته من بعد ما انا كمليته بالاستماره واستبدلته، ايش راح اسوي؟ راح اجي اكتب هنا بالملاحظات اقول انكسر عندي قفل واستبدلته بهذا الرقم. هاي المفروض احنا ما نحتاجه، نحافظ على الصندوق مالتنا ما تتكسر الاقفال. صارت هسه هذه واضحه الاستماره 41. يبقى هنا عندي جوا اني هنا اسم الموظف الاول اللي هو منظم الطابور او حسب ما انتم تريدون ترتيب، 4 موظفين، كل موظف اسمه رقم تليفونه وتوقيعه، اسمه رقم تليفونه وتوقيعه، 4 موظفين. اخر شيء مدير المحطه اسمه رقم تليفونه وتوقيعه، والتاريخ مال يوم الانتخابات اللي هو 11/11/2025 ان شاء الله. صارت واضحه هسه هاي الاستماره 41. هذا الفقره هذه الفوق هذا وهذا التواقيع اتمنى انه تلملي الظهر قبل ما احنا نشتغل بالعد والفرز ونفتحها، حتى بنهايه اليوم اني ابقى بس اكتب هذه، وقبل ما اكتب هنا اسجل بسجل مدير المحطه اعتبره مسوده الي، حتى من يصير عندي خطا اقدر اتلافاه، لان هاي الاستماره ما تتحمل الخطا. شاكر لاصغائكم.